يا مساء الورد. هعمل بقى معاكم النهاردة فطاير سهلة جدا جدا، بمية ودقيق تقدري تعملي الوصفة التحفة اللي انت شايفاها دي. شايفين شكلها حلو ازاي؟ تجنن يا جماعة، تجنن تجنن تجنن. جنب كوباية شاي بقى او شاي بلبن، او حتى هتاكليها كده مش مشكلة، لان انا حشيها اصلا، حشياها يعني اي حشوة بقى، يعني عندك اي حاجة عايزة تحشيها بيها احشيها. صلوا على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. واشتركوا في قناتي دي، قناتي اكلاتي واختراعاتي. حطوا لايك للفيديو لو عجبكم، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد في قناتي. بصوا بقى يا حبايبي، اول حاجة بجيب بولة وبنزل فيها 2.5 كوباية من الدقيق، تمام. وبعد كده بنزل على الدقيق معلقة صغيرة من الملح. بقلب بقى الدقيق مع الملح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين مفيش ابسط من كده. وهجيب بقى كمان كوباية من المية، ولا هي مغلية ولا هي دافية ولا هي ساقعة ولا اي حاجة، هي من الحنفية كده، وكوباية مية، تمام. بتنزلي المية تدريجي على الدقيق، تمام. وبتقلبي بالاسباتيولا، دي اول خطوة يعني. خطوة الاسباتيولا دي او بالمعلقة دي اول حاجة في، يعني مش يعني اول حاجة في العجن. يعني انت بتدخلي دلوقتي المقادير مع بعضها، تمام. بنزل المية تدريجي زي ما شفتوا كده. بعد كده بالمعلقة او بالسباتيولا زي ما انتم شايفين كده بقلب. شايفين اهو، بدخل بس المكونات بس مع بعض بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بعد كده هعجن بقى بايديا. بصوا انا عملت معاكم وصفات قبل كده ما بتحتاجش عجن، على طول على طول وتعملي الفطيره، لكن دي بتحتاج لت وعجن شويه، تمام. يعني فضلي كده اعجني فيها يجي مده 5 دقايق كده، بس بضمير. يعني تخيلي حد عايزه تضربيه او متضايقه منه في العجينه دي، وطلعي بقى كل الانتقام في العجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصي حبايبي، لو الميه بتاعتكم، كوبايه الميه بتاعتكم ما كفتش وما خلتش العجينه كده تلم زي دي كده، حطوا نص كوبايه كمان. لو ما لمتش حطوا كوبايه كمان عادي، يعني حسب نوع الدقيق بتاعك حطي، تمام. يعني ما تقوليش كوبايه ميه وخلاص ولقيتي العجينه لسه عايزه ما تديهاش، لا اديها، تمام. بعد كده بعد ما بعجنها بقى بالشكل ده، بحط على ايدي شويه من الزيت كده، وبطنها كده من فوق ومن تحت، وهسيبها بس ترتاح 10 دقايق. زي ما قلت لكم العجينه مش محتاجه ان هي تخمر ولا اي حاجه، لان انا عاملاها بدقيق وميه بس، ما حطيتش ولا خميره ولا الكلام من ده خالص، تمام. تعالوا بقى نركنها بقى كده 10 دقايق عبال ما احضر بقى الحشوه بتاعتي. الحشوه بتاعتي من ابسط الحشوات يا جماعه، ولا هعمل بقى بلحمه مفرومه ولا بفراخ ولا بسطرمه ولا الحاجات دي، لا. بصوا اي حاجه عندك حطيها. بص انا جايبه هنا الفلفل الوان احمر واصفر. لو عندك ما عندكيش فلفل الوان احمر واصفر حطي فلفل اخضر، تمام. حاطه جبنه موتزاريلا وحاطه جبنه رومي. لو ما عندكيش جبنه موتزاريلا ورومي، عندك جبنه فيتا عادي جدا، تمام. ما تربطيش نفسك بالحشوه بتاعتي، اي حشوه عندك حطيها، اي حاجه في التلاجة طلعيها كده واحشيها. مش عايزه تحشيها وعايزه تسيبيها ساده كده وتاكليها بعسل، عادي جدا برضو. بصوا بقى يا حبايبي، بعد ما ارتاحت معايا 10 دقايق زي ما قلت لكم، بصوا شكلها بيبقى عامل ازاي، عامله زي اللبانه كده. لما تلاقوا العجينه بالشكل ده يبقى هي خلاص كده العجينه ناجحه معايا، تمام. بجيب بقى العجينه بتاعتي، بدهن بس السطح كده شويه زيت. بعد كده بقطعها على 5 كور، يعني 2.5 كوباية من الدقيق هيعملوا معاكي 5 فطاير صغيره بالحجم اللي انتوا شفتوه كده في اول الفيديو. عاوزين تضاعفوا بقى الكميه، ضاعفوا المكونات، تمام. تعالوا بقى نشتغل فيها وشوفوا بقى هعمل ايه. بجيب العجينه بتاعتي كده، وزي ما انتوا شايفين كده بكورها الاول بالشكل ده، تمام. بعد كده انا عايزاها ايه، طويله كده شويه. بصوا انا عايزاها طويله كده زي شكل الرغيف الفينو كده، تمام. ركزوا بقى معايا في الخطوه دي عشان دي اهم خطوه عشان تطلع معاكي الفطيره حلوه ومورقه. بصوا اهو، عايزاكي بقى في كل خطوه تدهني ايدك زيت كده وتمسحي عليها عشان تتفرد معاكي كده بسهوله، تمام. بجيب بقى النشابه بتاعتي وبفرد فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه بالطول كده. شايفين اهو، زي ما قلت لكم العجينه طريه وحلوه معايا ومش بتضايقني ولا بتتقطع، عشان احنا سيبناها ترتاح 10 دقايق وعجناها كويس.
تعالوا بقى نخش على الخطوه دي. هنحط بقى شويه كده من الحشوه في اول العجينه كده في الطرف كده. بعد كده بقفل عليها بالشكل ده. تمام. بتقفلي عليها زي ما بتقفلي كده على زي ما بتعملي الفطير بالظبط اهو. بصي اهو، بتجيبي كده الناحيه دي والناحيه دي اهو. بس انا مش عايزاها على شكل سمبوكس، انا مش عايزاها زي السمبوسه كده، لا انا هعملها مدوره يعني. بصوا اهو بالشكل ده. ركزوا بقى، هو بقى الشكل كده بيتكلم لوحده، مش لازم اشرح. بصوا انا مش راضيه اجري الفيديو علشان تعرفوا انا عملت ايه. زي ما انتم شايفين كده، بعد ما بتعملوها بالشكل اللي انتم شايفينه ده، بعد كده بتعملوها على شكل كوره بقى كده، بتبططوها بس كام تبطيطه كده، بتخافوش الحشوه مش هتطلع ولا اي حاجه. بصوا بالشكل ده، شايفين؟ سهله وبسيطه مفيهاش اي مشكله. نركنها بقى ونعمل التانية، وهعمل التانية معاكم برضو، مش هجري الفيديو عشان برضو تعرفوا انا عملتها ازاي. برضو بحط على ايدي شويه كده دهنه من الزيت. تمام، من الناحيتين. تمام بالشكل ده. بتبططيها بس سنه، وبالنشابه بتاعتك بتفرديها زي ما فردنا الاولانيه بالظبط. تمام. كل ما تحسي ان هي هتبقى مدوره منك، لا انا عايزاها بالطول كده، حاولي تجيبيها تظبطيها على ان هي تبقى بالطول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. زي ما قلتلك الخطوه دي مهمه جدا عشان تطلع معاكي الفطيره مورقه. بصوا بقى، بصوا بجد يا جماعه، بصوا عامله زي بتمط ازاي، ولا مش بتتقطع مني عشان عجنتيها كويس وعشان سبتيها ترتاح 10 دقايق او ربع ساعه. تمام. بعد كده حبايبي بحط الحشو زي ما قلت لكم في الطرف. بعد كده بجيب بقى كده، بقفل كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هي بصوا سهله وبسيطه خالص كده اهو. تمام. اهو شايفين؟ عايزه اقول لكم بجد من احلى وابسط الفطاير اللي ممكن تعملوها، حلوه قوي قوي قوي، سهله وبسيطه. وطبعا كل البيوت فيها دقيق وميه، يعني ما عندكوش حجه. وبلاش كسل بقى، وقومي اعمليها وما تشتريهاش من الشارع بقى تاني. بصوا بالشكل ده. بصوا اهو بقفلها كده اهو. انا عايزاها بقى معايا مدوره كده. تعالوا بقى نروح نسويها، وهنشوف هنسويها ازاي. زي ما قلت لكم 2.5 كوباية عملوا 5 فطاير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. تعالوا بقى ندخل على خطوه التسويه. خطوه التسويه سهله وبسيطه جدا. بحط بس كده إيه معلقه من السمنه على معلقه من الزيت. مش عايزين تحطوا سمنه ما تحطيش. تمام. بس ما تحطيش زبده، لان الزبده ممكن تتحرق معاكي بسرعه. خلينا بقى يا اما سمنه يا اما زيت. تمام. بتدهني بس الطاسه كده دهنه كده، عشان بس لما تحطي العجينه ما تلزقش معايا. بس بعد كده بحط العجينه بقى، وخلي بقى النار هاديه، يعني ما تخليهاش عاليه قوي. يعني بصوا خليها كده يعني تحت الوسط بشويه، فاهميني؟ علشان العجينه تستوي معاكي كويس جدا، وتطلع مستويه من جوه ومن بره. لانك لو عليتي النار عليها هتبقى مستويه من بره، وتحس ان هي لسه عجينه من جوه. فخلي النار بقى يعني تحت الوسط بسنه كده، مش هاديه قوي ولا عاليه قوي. تمام. هتقلبيها بقى على الجنبين لغايه لما توصل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هحطها بقى بالشكل ده، وهحط جنبها كوبايه شاي بقى، تفطري بقى بيها، تتعشي بيها، تاخديها معاكي الحديقه، تاخديها معاكي البحر، حاجه بقى تحفه. مش هتشتروها من بره ابدا تاني. شايفين بقى كوبايه الشاي جنبها؟ واو، تستاهل بقكم والله. بألف هنا وشفا. جربوها وعلى ضمانتي هتعجبكم جدا جدا جدا. تحفه يا جماعه، تحفه تحفه. شايفين بقى الجبنه اللي احنا حطيناها سايحه ازاي؟ سايحه ونايحه. يا رب الوصفه بقى تعجبكم. عايزاكم بقى الوصفه لو عجبتكم تحطوا لايك، وتشتركوا في قناتي اكلاتي واختراعاتي، وتفعلوا الجرس عشان لما تفعلوا الجرس هيوصل لكم كل جديد في قناتي. اي وصفه هنزلها هيجيلكوا اشعار على طول لو انتوا مفعلين الجرس. تمام. يلا بقى ناكل بقى الكلام ده. انا بقى باكل لوحدي، بس انتوا لما تعملوها وتجربوها هتعرفوا ان هي تجنن تجنن تجنن. وبجد انا مش قادره اوقف من جمالها بصراحه. تعالوا بقى اوريكم كمان التوريقه من جوه عامله ازاي. بجد يا جماعه احلى من الفطير اللي انتوا بتشتروه بمليون مره.
يعني الفطيرة الصغيرة دي لو المحشية كمان لو هتجيبوها من بره هتجيبوها بكام؟ غير ان هي غالية، يعني انت ضامنة نظافتها، ضامنة اللي عملها دوت ايده كانت مغسولة ولا شكلها ايه. انت اعمليها في البيت بشوية مية ودقيق وعلى طول على طول هتبقي زي، بصي هتبقي اشطر مني كمان. وبألف هنا وشفا. اسيبكم في رعاية الله، واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة. بحبكم قوي، اتفرجوا بقى لاخر الفيديو. بحبكم قوي وباي باي، مع السلامة.